اديني 40 دقيقة من وقتك وبعد ما الفيديو ده يخلص انت مش هتكون عارف بس يعني ايه كلود، لا انت هتستغرب ازاي كنت عايش من غيره. اكيد انت دلوقتي سمعت عنه قبل كده لانه هو موجود في كل حتة، بس فكرة ان انت تكون عارف ان هو موجود وان انت فعلا تستخدمه وتطلع منه افضل نتيجة، الحاجتين دولت مختلفين تماما. في الكراش كورس ده او الكورس الصغير ده هنبدأ نتعلم كل حاجة عن كلود، من اول ازاي تعمل ايميل على كلود، وهنتعلم كمان حاجة من اهم الحاجات اللي موجودة لما تيجي تستخدم الاي اي، ان انت ازاي تديله امر والامر ده يطلع منه افضل نتيجه، ما تديلوش كده اي سؤال وخلاص. وهنتعلم خاصيه الويب سيرش، بدل ما تدخل على جوجل وتبحث على حاجات وتفضل تدور في مليون موقع، لا انت حرفيا من بس فيتشر او ميزه موجوده عندك في كلود تقدر ان هي تجيب لك كل حاجه انت محتاجها في الحاجه اللي انت عاوز تبحث عنها، وتعمل لك مقارنات وتوفر عليك وقت كبير جدا. وطبعا هنتعلم ازاي لو انت عايز تعمل ويب سايت، لو انت عايز تعمل موبايل ابلكيشن، لو انت عايز تعمل لعبه، لو انت عايز تعمل اي حاجه من دي هنتعلمها. وهنتعلم حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي بيذاكروا اذا كنت في كليه، فكره ازاي تبعت له بي دي اف، والبي دي اف ده تدي له امر معين، الامر ده حرفيا هيخليك تذاكر البي دي اف، وكمان هيعمل لك ملخص وهيعمل لك حاجات كتيره جدا. الصراحه متحمس جدا للفيديو ده. فانا مش محتاج منك اي حاجه، مش محتاج منك حتى يكون عندك خبره قبل كده في ان انت اتكلمت يعني مع الاي اي قبل كده، ده كله انا مش محتاجه. كل اللي انا محتاجه منك ان انت تعمل لك كوبايه قهوه وتستثمر في نفسك ساعه، لان الساعه دي فعلا هتوفر عليك وقت كبير جدا قدام لما تيجي تستخدم كلود بعد كده. لان احنا هنعمل فيه شويه تخصيص ان هو يعرفك، وازاي ان انت تقول له انا مثلا بحب الستايل ده، او بحب ستايل اللي هو نظام في الرد، وبحب حاجات كتيره جدا عشان يبدا ان هو يدي لك افضل نتيجه. فانا احمد عادل، ودي قناه تتعلم ببساطه، وان شاء الله يكون الفيديو بسيط كده. وطبعا الفيديو متقسم عندك عشان تقدر ترجع للجزئيه اللي انت كنت عاوزها، او حتى تخلص مثلا نص الفيديو النهارده ونص الفيديو بكره، بس مهم جدا ان انت تخلصه لان فعلا هيوفر عليك وقت كبير جدا. هسيبك بقى لحد هنا وتعالى نشوف ازاي نعمل ايميل على كلود. طيب اول حاجه محتاجين ان احنا نتعلمها ان احنا ازاي نعمل ايميل. فهتدخل هنا على cloud.ai وتقدر ان انت تدوس على كلمه continuous جوجل، او ان انت تعمل ايميل باستخدام جوجل. فلما تدوس عليها في خلال دقيقه واحده هتكون كده عملت ايميل على كلود. دلوقتي هو الصفحه الرئيسيه او الواجهه الرئيسيه الخاصه بكلود مشابهه جدا لشات جي بي تي او اي اي شات انت استخدمته قبل كده. الجزء اللي في النص ده خاص بالشات اللي انت تقدر تتكلم معاه وتساله اي سؤال. وعندك هنا كلمه سونيت 4.6 لو ضغطت عليها هتلاقي ده الموديل اي اللي بيبدا ان انت تستخدمه. عندك او باس 4.6 ده خاص بالابجريد او فكره البرو بلان على ما اظن ب $20 في الشهر، وده هنستخدمها برضو وهنشوفها في الفيديو ده. بس انا بقول لك حاليا ما تشتركش في اللي هي فكره البلان، خليك في اللي فري حاليا او المجاني لحد ما تخلص امكانيات المجاني. ولو لقيت نفسك ان انت فعلا ممكن تستثمر وتشترك في كلود عادي مفيش اي مشكله. بس طبعا لو اشتركت فيه فهو بيديك مميزات اكتر من المجاني، وكمان بيبقى اليوزج او فكره الاستخدام بيبقى عنده الليميت اكبر شويه من فكره الفري، او اللي هي الحدود يعني الخاصه بالاستخدام اكبر من المجاني. طيب عندك برضو في الجزء الشمال لو تلاحظ ان انا لو ضغطت على الاوبن سايد بار، الجزء اللي على الشمال ده هنا في كل الشاتس او في كل المحادثات اللي انت هتتكلم معاه. هنبدا نتعرف على كل الحاجات دي ما تقلقش. بس انا ممكن اساله اي سؤال دلوقتي. هقول له مثلا ان انا في سنه تانية في كليه حاسبات ومعلومات، ودلوقتي انا مش فاهم الريكيرجن دي حاجه خاصه في البرمجه، فاشرحها لي كاني انا عمري 5 سنوات. وبعد كده وريني سيمبل او بايثون فانكشن اللي هي فانكشن بلغه بايثون، وابدا امشي معايا سطر سطر. فلو انا ضغطت عليه كده بالشكل ده. طيب ناخد استراحة بسيطة كده. في دلوقتي باقة الخاصة بلغة جافا، هنتعلم لغة جافا مع الاو او بي بأبسط طريقة ان شاء الله ممكن ان انت تشوفها. كمان معاها بي دي اف في كل الأسئلة وفي كل المشاريع وفي كل الأكواد اللي انت ممكن تحتاجها، مع كمان الكويزات تحت كل درس. وده عرض موجود على منصة اتعلم ببساطة، تقدر ان انت تشوفها من اول كومنت، وكمان هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نكمل ونشوف ايه موضوع كلود. هيبدأ طبعا أول حاجة يظهر لك هنا الشات اللي أنت بتتحدث فيه. فيبدأ بقى إن هو يجاوب. الإجابة بتاعته مش بتبقى أسرع من شات جي بي تي، بس أنا طبعا ما كنتش بستخدم شات جي بي تي بقالي مثلا أكتر من شهرين، خلاص موقف استخدام شات جي بي تي لأنه بقى سيء جدا، ما كنتش قادر إن أنا أستحمله. هو شات جي بي تي أسرع منه في الرد، بس للأسف شات جي بي تي ساعات كتيرة جدا ما بيدينيش الرد فعلا اللي أنا عاوزه. هنا ممكن يتأخر شوية، لكن كل رد فعلا بيديهولي ده بيبقى فعلا اللي أنا محتاجه. طبعا لو تلاحظ هيبدا بقى ان هو يعمل لي فانكشن، ولو تلاحظ ان هو عمل لي يعني حاجه زي دايجرام كده. انا اقدر لو ضغطت على ال3 نقط هنا ادوس داونلود فايل او كوبي. يعني لو ضغطت كده على كلمه داونلود فايل وجيت دوست على كلمه داونلود، عمل لي صوره اس في جي
لو جيت فتحتها كده بالشكل ده هتلاحظ بص الصورة دي، يعني هنا بيعمل تريسنج او بيعمل تتبع للفانكشن عشان يقدر ان هو يفهمني فكرة الريكيرجن او حاجة يعني خاصة في البرمجة، من غير ما حتى اطلب منه، يعني من غير ما اقول له ان انت تعمل لي حاجة زي دي. فده طبعا حاجة كويسة جدا موجودة عندنا في كلود، وهنعرف ازاي اصلا تستخدم او ازاي ان انت تتكلم مع كلود بشكل كويس عشان يقدر ان هو يديك افضل نتيجة بالنسبة لك او افضل نتيجة انت محتاجها. وفي مقولة مهمة جدا جدا في موضوع ان انت ازاي تتكلم مع الاي اي شات، اللي هو بيقول لك garbage in garbage out gold in gold out. يعني اعزكم الله لو في قمامة مثلا انت دخلتها فاللي هيخرج لك برضو قمامة، ولو انت دخلت ذهب فاللي هيخرج لك برضو هيكون ذهب. وده قيسه في حياتك كلها، لو انت بتتفرج على ريلز مثلا معينة، الريلز دي مش مهمة، في بتعمل لك تعفن دماغي او المصطلح المشهور حاليا، فكل حاجة بتحطها في دماغك هي دي اللي انت هتطلعها، اذا كنت دخلت ذهب او كنت دخلت حاجة تانية. وده اللي هينقلنا لتاني خطوة، ازاي ان انا اكتب برومبت بشكل كويس جدا لكلود. عندنا 4 حروف، لو عرفتهم هتقدر ان انت تكلم كلود او تكلم اي اي شات وتوصل لافضل نتيجة. اول حرف عندنا الار، وبعد كده السي، وبعد كده التي، وبعد كده السي. الار دي معناها الرول. الرول دي معناها ايه؟ معناها بكل بساطة الدور. يعني ايه؟ يعني ان انت تدي الاي اي شات اللي انت بتستخدمه دور معين. يعني تقول له انت دلوقتي مثلا دكتور في الجامعة بيدرس داتا ستراكشر، عايزك توضح لي explain binary search tree، حاجة موجودة عندنا في الداتا structure to a student who only knows array، يعني لطالب هو ما يعرفش حاجة غير موضوع الاري او موضوع المصفوفة. فانت هنا كده بتقول له كده انت دكتور بيعلم الداتا ستراكشر. فطبعا لما اجي اقول له اللي هو يعني ادي له البرومبت ده، فهتلاقي ان هو بيبدا ان هو يشرح لك كل حاجه ببساطه، بلس ان هو عارف الدور الخاص بيه. فبدل ما تقول له علمني الداتا ستراكشر، لا قول له انت دكتور في الجامعه بيشرح الموضوع ببساطه جدا، عاوزك تعلمني الداتا ستراكشر، وانا ما اعرفش حاجه مثلا موجوده في الداتا ستراكشر، او مثلا انا ما بحبش الداتا ستراكشر دي وعايزك ان انت تفهمها لي بشكل كويس. مثال كمان ان انت ممكن تقول له والله انت شخص مثلا اللي هو الشخص بتاع الانترفيور، اللي هو اللي بيعمل معاك انترفيو موجود عندك في جوجل، عايزك تسالني 5 اسئله موجودة في الانترفيو for a junior Python developer position then grade my answers. دي معناها ان انت بعد كده قيم الاجابات بتاعتي. فانت دلوقتي بتديله دور محدد، فهو هيبدأ ان هو يبحث في الدور ده، فالموضوع بالنسبة له هيكون انا عارف فعلا انت عاوز ايه، وانا هجيب لك افضل نتيجة موجودة عشانك. لو تلاحظ بقى ان النتيجة بتاعته احسن مليون مرة من شات جي بي تي او اي اي اصلا شات انا استخدمته. يعني هو هنا حرفيا عمل لي كويز، واقدر ان انا اكتب الاجابة بتاعتي هنا. ولو تلاحظ ان هو حاجة اسمها انتراكتيف او فكرة ان تفاعلية يعني، فلو في هنا كلمة submit answer وفي كلمة skip، لو دوست على كلمة skip اللي هي تخطي، هيجيب لي السؤال اللي بعد كده. ولو تلاحظ ده اللي هو السؤال التاني من 5 أسئلة موجودة عندي في السترينج، وهيبدأ بقى ان هو يعني بيسألني سؤال المفروض ان انا اجاوب عليه. طيب ده اول حرف الرول، او اللي هو دورك ايه انت ككلود او كاي اي شات. تاني حرف معانا هو السي. السي دي معناها ايه؟ معناها الكونتكست. كونتكست معناها ايه؟ معناها بكل بساطة ان انت بتقول له انت فين. انا مثلا مبتدئ في البرمجة، عاوزك تعلمني مجال معين. انا معرفش حاجة موجودة مثلا في البيزنس، عايزك تعلمني في مجال معين في البيزنس. فانت بتقول له انت فين حاليا. يعني مثلا هقول له ان انا دلوقتي مبتدئ في تعلم جافا سكريبت، انا بس كل اللي اتعلمته او كل اللي انهيته الاريز واللوبس. فلو جيت ضغطت له كده، فده معناه ان هو فعلا إن انا عارف ان انت دلوقتي ان انا مبتدئ في لغة جافا سكريبت، فهو المفروض دلوقتي ان هو يعلمني على حسب المستوى اللي انا فيه. فحاجة مهمة جدا ان انت تقول له انت فين بالظبط. تالت حاجة معانا وهو حرف التي. التي دي معناها ايه؟ معناها التاسك، والتاسك دي معناها مهمة، اللي هو انت تكون سبيسيفيك او تكون محدد جدا في اللي انت عاوز تسأله. يعني مثلا ما تقولوش ساعدني في لغة بايثون، انت كده قلتها بشكل عام جدا. هو هيساعدك ايه في لغة بايثون؟ هو انت اصلا موجود فين؟ هل انت مبتدئ ولا هل انت سينيور، ولا هل انت مثلا واقفه معاك مشكلة في الاكواد فمحتاج ان هو يفهمها لك؟ فانت كده بشكل عام. فبدل ما تقول له بقى ساعدني في لغة بايثون، ولو تلاحظ ان انا هفتح شات جديد، هاجي هنا على اوبن سايد بار وادوس على كلمة نو شات عشان يبدأ ان هو يفتح لي شات جديد. لو جيت قلت له يعني بدل ما اقول له كده ساعدني في لغة بايثون، هقول له لا، انا عايزك تكتب لي بايثون فانكشن بتاخد ليست اوف ستودنت، يعني مجموعه درجات الطلاب، وبعد كده بترجع لي الافريج او المتوسط لاعلى درجه.
وكمان بترجع لي الكام طالب ما نجحش في الامتحان. below 50 اللي هو فكرة اللي هو تحت ال 50 يعني. وبعد كده قلت له add comments explaining each line، معناها ان انت تكتب لي كومنتات توضح لي كل سطر معين. لو تلاحظ ان انا كنت محدد جدا انا عاوزه يساعدني في ايه في لغه بايثون، ما قلتلوش كده ساعدني في لغه بايثون. وفي حاجه مهمه انت هتسالها دلوقتي، هتيجي تقول لي يا عم احمد هو انا كل حاجه هكتبها له بالانجليزي؟ هقول لك لا، بس طبعا الانجليزي هيكون افضل. بس اللغه العربيه الصراحه بالنسبه لكلود مش احسن حاجه، بسبب ان هو بيكتب عربي وانجليزي مع بعض، فما بيكتبش من اليمين للشمال، مش زي شات جي بي تي. شات جي بي تي الصراحه كان في التحدث باللغه العربيه كان كويس جدا، وكان بيكتب بشكل مناسب. لكن كلود استخدمته اكتر من مره في اللغه العربيه، بس ما كانش احسن حاجه. بس لو كان مناسب معاك ان انت ممكن توضح كده فكره اللي هو يكتب عربي مع انجليزي، فتلاقي ان الكلام كله داخل في بعض كده، فممكن تتلخبط، ده بالنسبه لك عادي. لو تلاحظ بقى ان هو هيعمل لي الكود بالشكل ده، ويبدا ان هو طبعا كتب لي كومنتس على كل حاجه. لو تلاحظ هنا اكزامبل، وهنا مش عارف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. وبعد كده بدأ برضو ان هو يبريك داون، او ان هو يوضح كل حاجه احنا عملناها ليه. رابع حرف معانا والاخير الا وهو السي، ومعناها الكونسترينز. يعني ايه كونسترينز؟ يعني قيود. قيود يعني ايه؟ يعني تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. يعني تقول له مثلا انا عايز الاكواد اللي انت هتكتبها تكون اقل من 30 سطر، او ما تدينيش الاجابه بشكل مباشر، انا عاوزك ان انت توضح لي اكتر قبل ما تديني الاجابه. فهنا انت بتديله قيود عشان يبدا ان هو يعرف فعلا انت عاوز ايه بالظبط. فاحنا كده عندنا 4 حروف، الار والسي والتي والسي. يعني ايه؟ يعني انت اول حاجه هتديله دور. الكونتكست دي معناها ان انت بتوضح انت موقفك فين في الحاجه اللي انت عاوز تسال عليها. التي دي انت بتديله تاسك معينه او مهمه معينه يبدا ان هو يعملها لك. والسي اخر حاجه القيود. فدي بالنسبه لاول حاجه اتعلمناها، ان احنا ازاي نكلم كلود. انا هنقل بقى على اللي هي البرو بلان. الفري بلان كويسه جدا. لو تلاحظ انت لو ضغطت هنا على كلمه احمد ليرن سيمبلي دي اللي هي فري بلان، وجيت ضغطت كده على كلمه السيتنج، هتلاقي عندك كلمة جنرال او العام، هتلاقي بقى الاسم بتاعك. هنبدأ نعرف ان احنا نكتب ايه هنا عشان كلود فعلا يعرفنا. هنشوفها ان شاء الله في نهاية الكورس او الكراش كورس ده نكتب ايه هنا بالظبط. وهتلاقي هنا الابيرنس او المظهر بتاعك ان انت تقدر تخليه لايت، وده ما انصحش بيه اللي هو ابيض، او تقدر تخليه دارك او اوتو، ده على حسب السيستم بتاعك. الصبح هيكون مثلا باللايت، وبالليل هيكون دارك. عندك برضو هنا باك جراوند انيميشن، في حاله ان انت عايز تخلي فيه انيميشن او اللي هي التحرك، يعني حاجات يعني في الباك جراوند او في الخلفيه عندك ممكن تخليها اوتو. عندك هنا التشات فونت اللي هو الفونت الخاص بالشات بتاعك، ممكن تخليه سيستم اي فونت، بس انا مخليه هنا ديفولت. عندك هنا الفويس سيتنج، معناها ان كلود عنده ميزه ان انت تقدر تتحدث باستخدام الصوت، فتقدر بقى ان انت تختار اي صوت هنا زي ما انت عاوز. انا هنقل حاليا على البرو بلان، لان بقى محتاج ان احنا نعرف اكتر ونستخدم اوباس. اوباس ده من افضل الاي اي موديل الصراحه اللي انا استخدمتهم. عندك هنا سونيت كويس جدا ما فيهوش اي حاجه، وده اعتقد انتي جرافيتي اللي بيستخدمه برضو، فهو مناسب لحد معين. بس انا بالنسبه لي البرو مناسب ليا اكتر. فهنبدا ان احنا نشوف برضو البرو هيكون عامل ازاي. ده البرو. لو تلاحظ ان انت لو ضغطت على هنا هتلاقي ان هو فتح لك الاوباس 4.6، وعندك هنا مور موديلز بقى 4.5 و3 و4.5 برضو السونيت ده. بس طبعا ده افضل يعني جزئيه في فكره الرد اللي هو اوباس 4.6. عندك هنا لو ضغطت على كلمه الاي دي اللي هو احمد، وجيت ضغطت كده على كلمه السيتنج، ونزلت تحت كده على كلمة اليوزج، فهتلاقي عندك هنا الكرنت سيشن بتاعتك بتبقى عبارة عن ان هو بيديك ليميت معين او حدود معينة في التحدث، وهي بتريسيت او ان هي بتتشال يعني، او بترجع اللي هو الزيرو. يعني انت لو تلاحظ ان انا مستخدم هنا 26%، بترجع للصفر على ما اظن كل 4 ساعات او حاجة زي كده. عندك في المجاني مش بيبقى موجود عندك هنا اليوزج، بس بتبقى مثلا بعد ما تتكلم معاه شويه بيقول لك والله انت خلصت النهارده، ممكن تيجي كمان 3 ساعات 4 ساعات وتبدا ان انت تتكلم معاه. فدي يمكن من اسوأ الحاجات الصراحه اللي موجوده عندنا في كلود. بس يعني هي دي الحاجه المتوفره حاليا. شات جي بي تي ما كانش كده في البرو. كنت تقدر تتكلم معاه زي ما انت عاوز، ما كانش فيه ليميت معين يعني يقول لك انت خلصت النهارده، غير في الفري. لكن في البرو بالنسبه لشات جي بي تي لا، كنت تقدر تتكلم معاه زي ما انت عاوز، بس في المقابل ان هو كان بيهلوس كتير، ما كانش افضل حاجه. طبعا احنا عندنا في البرايسنج اصلا يعني في السعر بتاع البلان انت عندك $20 وعندك $100 في الشهر. $100 هي انا ما استخدمتهاش الصراحه، بس اعرف ناس استخدمتها وقالت لي ان هو فكره اليوزج، يعني لو تلاحظ ان هو 20 ضعف
اليوزج بتاعت او استخدام بتاعت البرو، بس انا مش محتاجها حاليا، فانا موجود عندي في البرو اللي هي ب $17 وساعات بتبقى ب $20، فعلى حسب يعني. هنرجع بقى لحاجة مهمة جدا، ألا وهي إن إحنا إزاي نتعلم إن إحنا نأبلود فايل أو إن إحنا نرفع ملفات موجودة عندنا في الكلود، وإزاي برضو نديله برومبت معين أو أمر معين عشان يرجع لنا بأفضل نتيجة. عشان نبدأ بقى إن إحنا نرفع ملفات، فأنت عندك هنا علامة البلس. علامة البلس دي فيها add files or photos، اللي هو ان انت تضيف ملفات او صور، او حتى ان انت تاخد سكرين شوت، او ان انت تضيف لبروجكت معين، وده ان شاء الله هنشوف المشاريع اللي موجودة عندنا في كلود. وطبعا حاجة مهمة جدا جدا الا وهي السكيلز او المهارات، هنبدأ برضو ان احنا نتعلمها. عندك ان انت تقدر ان انت توصل كلود بمثلا الدرايف، بالميل، بحاجات كتيرة. وعندك هنا كلمة ويب سيرش هندوس عليها بس دلوقتي عشان ما تكونش بلو، اللي هي ما تكونش باللون الازرق، ان انا ما فعلهاش. وهنبدأ ان احنا نضيف هنا فايل. تقدر ان انت تضيف فايل ان انت تدوس على كلمة اد فايلز، وهيبدأ ان هو يفتح لك الديسكتوب بتاعك، وتبدأ ان انت تضيف الملف اللي انت عاوزه، او حتى ان انت تمسك فايل معين وترميه هنا. فانا دلوقتي هبعت له كتاب لغة جافا موجود عندنا يعني على اتعلم ببساطة، وهقول له ان انا عايزك تعمل لي ملخص للكتاب ده. انا هرمي له اهو البي دي اف ده، وهقول له بكل بساطة read this entire document، اللي هو اقرأ الملف ده كله واديني ملخص بالكي بوينتس، اللي هي المفاتيح يعني او الحاجات الرئيسيه اللي موجوده عندنا في الكتاب. وبعد كده اديني 3 اهم نقاط رئيسيه، وهدوس على السهم اللي فوق ده عشان يبدا ان هو يقرا الكتاب. كلود الصراحه بيقرا بشكل كويس جدا، يعني تلاحظوا ان الكتاب ده اصلا باللغه العربيه. لو انت بعت له سكرين شوت، لو انت بعت له اي حاجه، بيقراها افضل بكتير جدا من اي اي شات انا استخدمته قبل كده، طبعا منهم شات جي بي تي. هنا بيقول لي ان الكتاب عندك 128 صفحه. هيبدا بقى دلوقتي ان هو يستخرج فكره اللي هو النصوص الخاصه بالكتاب. بيقول لي دلوقتي انا هبعت لك او هديك اللي هو ملخص الكتاب. لو تلاحظوا ان هو بدأ ان هو يكتب باللغة العربية، وقلت لكم في مشكلة عنده في اللغة العربية، بس دي انا متأكد ان هي هتتصلح. لو تلاحظ ان الكلام العربي مكتوب مع الانجليزي، فمش عارف ان انا اقرأ، فمفروض ان انا اقرأ هنا مقدمة عن البرمجة، مش عارف write once run everywhere او anywhere يعني. وهيبدأ بقى ان هو يقول لي الكتاب فيه اللي هي الوحدة الرابعة، وفي الوحدة الخامسة، وفي الوحدة السادسة، وفي الوحدة السابعة، وفي الوحدة الثامنة. هنا بيقول لي اهم 3 نقاط رئيسيه، اللي هي المصفوفه الثنائيه، التطبيق العملي في كل درس، مش مجرد شرح نظري كل مفهوم معاه كود كامل يقدر يتعلم او المتعلم ينسخه ويشغله. عندك هنا يعني لو تلاحظوا برضو مش قادر ان انا اقرا باللغه العربيه عشان الكلام متلخبط، بس عادي جدا لو قلت له لا لخصوا لي باللغه الانجليزيه، بس عشان الكتاب باللغه العربيه فهو بدا ان هو على طول يترجم ان الكلام اللي مكتوب ده انا هبدا ان انا اديك الاجابه باللغه العربيه. هبعت له بي دي اف تاني، البي دي اف ده خاص بجامعه موجود برضو في لغه جافا وباللغه الانجليزيه، وهقول له حول لي اللي هي السلايد الخاص بالليكتشر دي لتفاصيل ستادي نوتس، اللي هي فكره حاجات يعني نوت كمذاكره، وبعد كده رتبهم لي باي ذا توبيك بالموضوع بتاعهم، وبعد كده اشرح لي اي حاجه او اي مفهوم صعب بطريقه بسيطه، وبعد كده then generate 10 exam style equation based on the material، يعني اعمل لي 10 اسئله موجوده يعني زي الامتحان على حسب الماتيريال اللي انا بعتها لك، او على حسب البي دي اف اللي انا بعتها لك. فيبدا برضو ان هو يقرا البي دي اف، ويبدا بقى ان هو يجيب لي او يجاوب لي على الكلام اللي انا كتبته. لو تلاحظوا ان انا بقول له كل التفاصيل، ما بقولوش اقرا لي البي دي اف ده واشرحه لي كده، لا انا بقول له يعمل ايه بالظبط. وده اللي اتعلمناه في جزئيه ان احنا ازاي نكلم الاي اي. لو تلاحظ ان هو فتح لي جزئيه تانية او شاشه تانية، وعمل لي اللي هو شابتر 3 ستادي نوتس بي دي اف. هنبدا ان احنا نحمله دلوقتي، ومفروض ان هو يظهر هنا، بس انا لو ضغطت كده على كلمه داونلود هبدا ان انا احمله وادخل هنا كده. لو تلاحظ ده هو اللي عامله، يعني بيقول لي هنا شابتر 3 او او بي مين كونسبتس، بيقول لي detailed study notes and exam practice. لو تلاحظ ان البي دي اف 12 صفحه عمل لي ده كله. يعني الصراحه مبهور بالحاجه دي، لان دي اول مره انا اجربها في موضوع البي دي افات، يعني حاجه. وهنا مديني تب اللي هي فكره نصايح والكلام ده كله. عندي هنا البريمتيف داتا تايب، الكونستراكتورز، ومش عارف ايه. فيعني بص بقى جايب لي الاسئله، بيقول لي يعني هنا بيقول لي exam practice، بيقول لي what is the difference between a class and object، وجايب لي الاجابه. هنا بيقول لي ايه اللي هيحصل مش عارف لو عملت ايه. بص 10 اسئله. فالصراحه يعني هو عجبني جدا.
هنا المفروض ان هو يفتح لك الجزئيه، بس أنا مش عارف هو معلق ليه، بس عادي anyway يعني ان احنا حملنا البي دي اف ده. في حاجه بقى مميزه جدا للناس اللي زي حالتنا اللي هم المبرمجين. لو انت دخلت على جيت هاب وعايز تحمل ريبو معينه، ريبو يعني ايه؟ اي حد بيعمل مشروع بيبدا ان هو يرفعه على جيت هاب، الاكواد يعني، عشان يبدا طبعا الاكواد دي تتسيف، وعشان لو هيشتغل مع حد فيقدر ان هو ده يشتغل وده يشتغل على نفس المشروع، ان هم يعملوا ميرج، او يعني تفاصيل كتيره الصراحه مش عايز ادخلك فيها، بس يعني ايا كان انا دلوقتي عندي اكواد زي دي. احملها ازاي؟ هتلاقي فيه سهم لتحت كده، تدوس على كلمه داونلود زي اي بي، فلو ضغطت عليه هيقول لك هنحمله هنا مثلا. انا دلوقتي عايز ارفع له اللي هو الفايل ده او الفولدر ده اللي فيه كل الاكواد، واقول له ان انت تشرح لي الاكواد او المشروع ده. فهضغط هنا على كلمه اوبن سايد بار وادوس على كلمه نو شات، وهاجي بكل بساطه ارفع له الفولدر ده كله، وادي له البرومبت ده بقول له explain this code base to me، يعني ان انت توضح لي الاكواد دي ايه اللي بيحصل في كل فايل، في كل ملف موجود عندنا في البروجكت، ازاي بيتوصلوا ببعض، وعايزك ترسم لي خريطة ازاي الابليكيشن ده بيشتغل من البداية لحد النهاية. فبص على الحاجة اللي هو هيعملها. الصراحة أنا حبيت كلود بشكل كبير جدا أكتر من شات جي بي تي والكلام. يعني الواحد بعد ما استخدم كلود حس إن هو ما كانش عايش قبل كده، على الرغم إن أنا كنت بستخدمه قبل شات جي بي تي، بس ما كانش زي دلوقتي. لا دلوقتي لما عملوا الموديل اللي هو اوباس ده، الصراحة الموضوع فرق جدا يعني. بص لو تلاحظ عمال يعمل إيه، بيقول لي الانتري بوينت اللي هي نقطة البداية اللي عندك المين، وبعد كده الصفحة الأولى السبلاش سكرين، وبعد كده الأون بوردنج والهوم بيج، وبدأ إن هو يشرح لي الأكواد الحاجات اللي موجوده عندك في البروجكت اللي احنا كنا عاملينه. كان خاص يعني بتو دو، اللي هو المهام، يعني ان انت تقدر تكتب مهام عندك على ابلكيشن معين. فمن غير ما تبص على الاكواد اللي هي موجوده على جيت هاب وتحس ان الدنيا متلعبكه خالص كده والدنيا مش احسن حاجه، لا تدخل هنا هو هيوضح لك كل حاجه، ويبدا كمان يعمل لك يعني حاجات رئيسيه تبدا ان انت تشوفها. فدي حاجة مميزة جدا، بتوفر عليك وقت كبير جدا جدا. وطبعا تقدر بقى ان انت تسأله اكتر على الاكواد دي في حالة ان انت كنت محتاج تفاصيل اكتر. الكويس برضو ان هو قال لي الحاجة دي، قال لي دلوقتي انت استخدمت 90% من السيشن ليميت بتاعتك. فطبعا لو انت عايز تابجريد فابجريد بقى المفروض اللي هو الماكس، بس يا اما استنى 4 ساعات عشان يقدر ان هو السيشن دي تخلص. فانا لو ضغطت هنا على كلمه ايه وضغطت هنا على كلمه سيتنج ورحت هنا على كلمه يوزج، فهيقول لي لو تلاحظ ان انا استخدمت 95% من اللي هي السيشن بتاعتي. طب ايه اكتر حاجه كلود فعلا بيشتغل فيها وبياخد كتير جدا من الريسورسز بتاعته او من المصادر بتاعته؟ ان انت تبعت له بي دي اف يبدا ان هو يقراه، او ان انت تبعت له صور. لكن لو انت هتشات معاه بشكل عادي فلا، انت ممكن تقعد فتره طويله جدا اليوزج دي ما تخلصش. لكن لو تلاحظ عشان انا بعت اكتر من بي دي اف وبعت له حاجات وكنت لسه دلوقتي هبعت له صور، فلو تلاحظ ان هو استخدم الكلام ده بشكل كبير، على الرغم ان احنا كنا بادئين على ما اظن ب 24% وما كملناش حاجه. هنا بيقول لي ان هي هتريسيت او ان هي هترجع للصفر تاني بعد ساعه ونص. فشكلنا كده للاسف مش هنخلص الفيديو ده في قعده واحده او في تصويره واحده، وهنضطر ان احنا نرجع كمان ساعه ونص تاني. بس اخر حاجه برضو عشان موضوع الابلود فايلز، بما ان كده كده اصلا استخدمنا 95%، في حاله ان انت كنت عملت ريزمي او اللي هو السي في الخاص بيك، وعايز تتاكد ان السي في ده كويس ولا لا، فانا هبعت له السي في، بس السي في ده موجود على الانترنت يعني مش خاص بيا، وهقول له بكل بساطه ريفيو ان انت تشوف السي في ده لو انت شخص مدير يعني بيوظف at a top tech company، اللي هي لأكبر الشركات الخاصة بالتك والتكنولوجيا والحاجات دي. score it out of 10، يعني قيمها لي من 10، تديني 1 أو 2 أو أيا كان، وقول لي بالظبط ايه اللي اقدر ان انا اصلحه عشان اقدر ان انا اوصل لاكبر عدد من فكره مقابلات العمل يعني. فهنا بيقول لي اول حاجه كده، بيقول لي دي اول حاجه مش ريزمي، ده مش سي في، ده تمبلت موجود عندك في امازون. فيعني هو اكتشف على طول، وانا الصراحه انا كنت جايبه على الانترنت يعني، بس انا ممكن ابعت له سي في بقى حقيقي. بعت له صورة تانية بيقول لي برضو ان ده مش انت، لان انا كنت اصلا قايل له انا مين، وده هنشوفه ان شاء الله في نهاية الكورس ازاي تعرفه انت مين فعلا، وتخليه ان هو يجاوبك على حسب انت مين، انت بتدرس ايه، بتعمل ايه في حياتك وهكذا. فقلت له ماشي، انا عارف، بس انا عايزك ان انت ترجع لي السي في ده. قال لي اول حاجة ان هو 5 من 10، بيقول لي ايه اللي بيشتغل، ايه الحاجات اللي انت محتاج ان انت تصلحها، ومديني بقى شوية ايه
بوليت بوينتس كده، فكره ان هو 8 حاجات مفروض ان انا اصلحها. وبعد كده قال لي طب انت محتاج ان انت يعني محتاج ان انا اعمل لك نسخه اقوى باستخدام وابعتها لك يعني على الوورد، او ان انا تكون بصيغه الوورد. فهقول له ماشي. قلت له اكتب لي السي في ده بنسخه اقوى، محتاج ان انا اقرا السكيل فايل فيرست، وبعد كده ابيلد او ان انا ابني ريزمي او سي في موجود عندي متحسن يعني. هيبدا ان هو يعملها لي بخلال الوورد، او ان هو يكتبها على الوورد، واقدر ان انا افتحها عندي على الوورد، او ان انا احملها عندي بشكل كويس، وهيكون عندي السي في جاهز. فهو كلود لحد الان مناسب جدا جدا. اسوأ حاجه فيه بس هو موضوع السيشن ليميت ده. هنا خلص السي في وقال لي ايه اللي هو عمله، وبعد كده في الاخر قال لي كلمه داونلود عشان ابدا ان انا احمل الريزمي دي او السي في ده. فابدا ان انا احمله بالشكل ده. فلو تلاحظ ظهر لي بقى بالشكل ده. اكيد انا الصراحه ما قراتش بتاع المره اللي فاتت يعني، اللي هو النسخه اللي فاتت، بس ده اكيد يعني هيكون افضل من الجزئيه اللي احنا كنا بعتناها له. فهنا بيقول لي للاسف بقى ان انت خلاص السيشن بتاعتك ليميت. لو جيت كتبت له اي حاجه دلوقتي هيقول لي يعني لا، ما اقدرش ان انا اجاوب عليك لان انت هتريسيت الساعه 8 بالليل. فنقابلكم بقى تاني الساعة 8 بالليل عشان هنتكلم على حاجات مهمة جدا جدا. فكرة الويب سيرش، ان هو ازاي يبحث، ان هو يعمل لي ازاي ابلكيشن كامل وويب سايت كامل من غير ما اكتب سطر كود ويبدأ ان هو يظهره لي. فهنتكلم عن حاجات كتيرة جدا لسه، بس لما نخلص بقى موضوع اليوزج ده. يعني دي صراحة اسوأ حاجة فيه، بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل وتتحل برضه. فقابلكم بقى الساعة 8. بس طبعا ده كله هيتقص في المونتاج، مش هتستناني يعني. انت ممكن تعمل لك كوباية قهوة لحد ما انا اجي يعني، بس ده كله ايه هيكون متشال. وان شاء الله اشوفك كمان شويه بقى نتكلم على الويب سيرش، ازاي ان هو يبحث ويوفر عليك ساعات كتيره جدا من فكره ان انت تبحث على المعلومه. طيب زي الفل. دلوقتي السيشن رجعت لو تلاحظ 0% يوزد، يعني نقدر بقى ان احنا نستخدمه حاليا. فانا هفتح شات جديد وهنبدا بقى نتكلم على موضوع الويب سيرش. بتضغط هنا على علامه البلس، ويجي هنا على عند كلمه ويب سيرش تعلم عليها. لو ضغطت على علامه البلس تاني هتلاحظ ان الويب سيرش معمول عليها علامه صح. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت بدل ما تفضل تبحث على جوجل عشان توصل لافضل نتيجه، لا انت ممكن تيجي هنا تقول له مثلا وليكن دلوقتي ان انا عايز افضل ستيت مانجمنت لفلتر موجود عندي في 2026، وقارن بين ريفر بود والبلوك والجيت اكس والكلام ده كله، وهات لي كمان افضل واحده الشخص المبتدئ يبدا بيها، وكمان السبب بتاعها. فانت هنا بدل ما تفضل تبحث وتشوف اراء كتيره، هو لو ضغطت هنا بس كده وتكون مفعل كلمه الويب سيرش، هيبدا بقى ان هو يبحث على كل المقالات اللي موجوده على الانترنت ويوصل لك لافضل نتيجه. وخلي بالك الجزئيه دي بتستخدم برضو يوزج كبيره. فهنا دلوقتي بيقول لك ان انا ببحث على الانترنت. لو تلاحظ ان هو عنده 10 نتائج كلهم طبعا على نفس الموضوع. فهنا بيقول لي ان الريفر بود ذا وينر for most projects including beginners، يعني ان الستيت مانجمنت دي هي دي اللي هتكسب في معظم البروجكت، على الرغم ان انا ما بحبهاش يعني. عندك البلوك والجيت اكس برضو بيقول لك كل واحده ايه المعلومه الخاصه بيها يعني. على الرغم ان يعني على حسب اللي هو بحث عنه ان هو بيقول لك ريفر بود، بس الريفر بود دي انا ما بحبهاش، انا بحب استخدم البلوك اكتر. بس هنا بيقول لك ان البلوك ده في حاله ان انت بقى بتعمل مشروع كبير والكلام ده كله. بس بيقول لك برضو ايه التوصيات بتاعته لو انت طالب ما تعرفش اي حاجه. فممكن ريفر بود ان هي تعلمك الموضوع ده، وبعد كده تقدر تتنقل لموضوع الستيت مانجمنت التانية اذا كانت بلوك ولا اذا كانت ايا كان. ممكن ناخد مثال عام تاني ان احنا برضو نكون مفعلين. نيجي هنا على علامة البلس هتكون متفعلة. هنقول له ابحث لي على افضل الموبايلات اللي هي تحت ال 15000 جنيه في 2026، وقارن ما بين 3 حاجات: الكاميرا والبطارية والاداء بتاعها، وانهي واحد يديني افضل اداء. ده مثال عام ممكن ان احنا نستخدمه. فهنا هيبدأ ان هو يبحث على بقى سامسونج وعلى شاومي والكلام ده كله. فبيقول لي افضل 3 موبايلات تحت ال 2000 تحت ال 15000 جنيه في مصر هو السامسونج جالاكسي اي مش عارف 56. ده بيبقى اكبر من 15 او اكتر من 15000. فهنا بيقول لي شاومي ريدمي نوت 14 برو ده من سعره من كذا لكذا وهكذا. يعني انت لو تلاحظ ان انت بدل ما تبحث وتدور وتعمل ده كله، لا هو يبحث لك وكمان عامل لك مقارنة ما بين الكاميرا لل3 موبايلات اللي انت اخترتهم. وهنا كمان بيديك توصيته ان هو والله شاومي ريدمي نوت 14 برو ده افضل موبايل. نيجي بقى للحاجة اللي يعتبر من افضل الحاجات اللي موجودة عندنا في كلود، الا وهي ان انت لو ضغطت على كلمة اوبن سايد بار دي هتلاقي في كلمة هنا اسمها ارتي فاكتس. لو ضغطت عليها هيبدأ ان هو يظهر لك الكلام ده. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن دايجرام
او حاجه زي ان هو بيرسمها لك. يعني مثلا وليكن لو انت ضغطت كده على كلمه نو ارتيفاكت هيقول لك والله انت عاوزها للابلكيشن والمواقع، ولا عايزها للجيمز، ولا عايزها لايه بالظبط. فانا هقول له لا انا عايزك تبدا من الصفر، ستارت فروم سكراتش، واضغط عليها وادي له البرومبت ده، اقول له انا عايزك تعمل لي جي بي اي كالكوليتور I want to enter my courses، يعني انا عايز ادخل الدرجات بتاعتي في الكورسات اللي انا بدرسها، واللي كريدت اورز، و and my grade for each one، ودرجتي في كل كورس انا باخده. وبقول له ان الجي بي اي كالكوليتور دي المفروض ان هي تحسب السمستر او الترم الخاص بالجي بي اي والجي بي اي التوتال يعني. فلما اضغط عليه كده مش هيبدا ان هو يديني اكواد، لا هو هيعملها لي ان انا اقدر فعلا استخدمها. يعني لو تلاحظ هو هنا بدأ ان هو يكتب الاكواد، بس انا ماليش دعوه بالاكواد، هو هيجيب لي حاجه انتر اكتف او حاجه اقدر ان انا اتفاعل معاها، وهنشوفها دلوقتي بعد ما يخلص الكلام ده كله من غير ما اكتب سطر كود ومن غير ما اعرف هو بيعمل ايه كمان. لو تلاحظ في 3 ثواني زي ما انت شايف كده نقدر ان احنا نفتح الجزئيه دي كلها كده، وهنا بيقول لي السمستر جي بي اي والجي بي اي التوتال يعني او الكلي. فاقدر بقى انا ادخل الجي بي اي بتاعي مثلا وليكن 3.4، واقول له والله انا مسجل مثلا 20 ساعه، وهنبدا بقى ان احنا ندخل الكورسز اللي انا بدرسها، مثلا وليكن ان انا بدرس جافا واللي هي الكريدت كام ساعه. فهقول له مثلا ساعتين. الدرجه بتاعتي لو تلاحظ ان هو عمل لي الكلام ده، فهقول له مثلا انا جبت فيها 3.7، فهنا على طول بدأ ان هو يظهر لي السمستر جي بي اي. فهقول له لا انا درست كمان مثلا وليكن سي بلس بلس، ودرست وليكن بايثون، ونقدر ان احنا نضيف كورس جديد. فلو جيت ضفت او ضغطت كده على كلمه اد كورس، واقدر اقول له مثلا ان انا درست وليكن دي اس اي داتا ستراكشر، وهنا اقول له ان الكريدت بتاعتي او اللي هي كام ساعه، فاقول له 3 ساعات، وهنا مثلا 3 ساعات، وهنا ساعتين. هنا درجتي مثلا 4 او 3.7، هنا 2.7، هنا 2. فيقول لي والله السمستر الجي بي اي بتاعك 3.06 على طول في 3 ثواني. فيعني دي حاجه مميزه جدا. بيقول لي توتال كريدت اورز ان ذيس سمستر ان 10، بس اعتقد يعني عشان انا مسجل 10 او عامل ضايف 10 ساعات. هنا لو تلاحظ 3 و3 6 و2 و2 4 يعني 10 ساعات، اقول له لا انا عندي 10 ساعات انا ضايف يعني 10 ساعات. دي حاجه خاصه بالجامعه يعني، في حاله ان انت عايز تعمل حاجه زي دي. نقدر كمان نعمل ويب سايت بقى، نعمل اب، نعمل اللي احنا نفسنا فيه. ممكن نديله برومبت جديد. فانا هاجي هنا كده وادوس على كلمه نو شات. مش لازم ان انت تدخل على الارتيفاكتس، مع انه يفضل يعني لو جيت ضغطت كده على كلمه نو ارتيفاكت وجيت قلت له ان انا ماشي انا عايز اعمل ويب سايت مثلا ابس اند ويب سايت، فانت لو ضغطت عليها كده هيبدا ان هو يقول لي ايه الحاجه فعلا اللي انت عايز تعملها، وانا هبنيها لك على طول. لو تلاحظ هنا بدأ بقى ان هو بما انك ما قلتلوش لسه، فهيجي يقول لك والله انت عايز تعمل لاندنج بيج، ولا عايز تعمل موقع عادي، ولا عايز تعمل داشبورد، ولا عايز تعمل بورتفوليو، ولا بيرسونال ويب سايت. فانا ممكن اكنسل الموضوع ده الصراحه، لان انا مش عايز اعمل حاجه زي دي دلوقتي. هفتح نو شات، هدخل على ارتفاكتس تاني، واجي هنا ادوس على كلمه نو ارتفاكت واقول له ستارت فروم سكراتش، واجي اقول له create a visual animation that shows how bubble sort works. يعني دي حاجه موجوده عندنا في البرمجه اللي هي البابل سورت، ان انا عايزك تعملها لي بشكل انيميشن ازاي ان هي بتشتغل. شو ان array of 8 numbers، اعمل لي array او مصفوفه مكونه من 8 ارقام، واعمل لي انيميت ليهم، حركهم. each step of the sorting process. يعني ايه؟ يعني كل خطوه موضوع ان احنا عندنا مثلا وليكن 8 ارقام عايزين نرتبهم. فهنضغط هنا عشان بقى نشوف هو هيعملها ازاي. الموضوع هيكون مميز جدا لو انت بتذاكر، لو انت عايز، حتى لو انت بتحضر لكورس معين مثلا عايز تشرح البابل سورت ده لحد. فالموضوع الصراحه مميز جدا جدا، وبدأ ان هو يوفر وقت ويسهل حاجات كتيره. الحاجات دي انا كنت بعملها زمان مثلا وليكن انيميشن بقى والكلام ده كله، لما كنت يعني بعمل كورسات بقى السي بلس بلس والكلام ده كله، فكان بياخد مني وقت كبير جدا. دلوقتي حرفيا في 3 ثواني هيعمل لك ده كله. لو تلاحظ هو بيكتب HTML و CSS وجافا سكريبت، بس طبعا ماليش دعوه بالاكواد، انا ليا دعوه بالحاجه اللي هو هيظهرها لي في الاخر. دي البابل سورت. يعني بص هو عاملها لك لعبه. وعلى فكره يعني قبل ما نشوفها هي بتشتغل ازاي، انت ممكن تعمل لها ببلش. يعني لو ضغطت كده على كلمه ببلش وقلت له ببلش اند كوبي لينك، فتقدر تبعت اللينك ده لاي حد. يعني هنمسك اللينك ده ونفتح جيست اللي هو يعني متصفح خفي، ونحط اللينك بتاعه وندوس انتر، هيبدأ ان هو يظهر لي الصفحه دي. لو تلاحظ من غير اكواد ومن غير اي حاجه، هو فيها كلود والكلام ده كله ما فيهاش اي مشكله. فاقول له مثلا وليكن انا عندي اهي مصفوفه مكونه من 8 ارقام 90 و45. المفروض بابل سورت دي هي عباره عن طريقه حل، يعني وظيفتها ان هي ترتب العناصر دي. فجيت قلت له كده بلاي. ولو تلاحظ عامل لي هنا اللي هي السلحيه، ولا اسمها ايه، السلحفه والارنب، اللي هو انت بتسرع ما بينهم يعني. فهنيجي نقول له مثلا وليكن خليها نورمال، ونيجي نقول له بلاي. بص اللي حصل ده طريقه البابل سورت بتشتغل ازاي. 64 وبعد كده
بيقارن كل رقم بالتاني لحد ما يوصل لرقم اعلى منه. فيعني لو تلاحظ هو يعني هنا كمان بيقول لك الكومبيريزونز، المقارنه، بدل كام مره وحرك كام مره كمان. ف وعملها في الاخر. فالصراحه انا شايفها حاجه مميزه جدا جدا. يعني ممكن نعمل له ريسيت ونقول له ستيب باي ستيب بقى. انا عايز مثلا اقول له ستيب، فهنا بيقول لي اول حاجه انا بكمبير ستيب، كمان مره هكمبير او هقارن ما بين ال 64 وال 34. لو هي اكبر احركها، فستيب التانية هيحركها. الستيب اللي بعد كده هيقارن 64 مع 25، فهيقارنهم هتلاقي ان هي اكبر فهيحركها، وهكذا لحد ما يوصل لل 90 يقف. فلو تلاحظ ان انا كل شويه عمال اعمل ستيب كده، فيعني حاجه مميزه جدا الصراحه. يعني لو انت بتشرح حاجه زي دي، ففكره الانيميشن يعني الصراحه تحفه تحفه بجد. طيب، اخر حاجه ممكن نعملها في الارتي فاكتس دي، ممكن حاجه تكون تفيدك مثلا ان انت عايز تعمل ابلكيشن تو دو، عايز تعمل ويب سايت ليك، عايز تعمل بورتفوليو، عايز تعمل اي حاجه من الحاجات دي. ممكن دلوقتي ان احنا نجربها ازاي بتتعمل. فهنقفل البتاع ده دلوقتي ونيجي هنا. وعلى فكره انت برضو ممكن تدوس على السهم اللي تحت ده وتدوس على كلمه داونلود از HTML. لو ضغطت عليها وحملتها وسيفته هنا، ولو جيت فتحته بالشكل ده، فهتلاحظ ان هو ظهره لك بالشكل ده. برضو ده طبعا انتراكتيف، يعني ان هو ممكن اخليها فيري فاست، ممكن اخليها سلو فيري سلو. فيعني مميز جدا الصراحه. طيب هنعمل بقى دلوقتي برضو artifacts. فنيجي ندخل هنا على كلمه artifacts، وطبعا هنا بقى بيقول لك حاجات جاهزه، تمبلتس جاهزه يعني. فهنا بيقول لك مش عارف ايه، حاجات خاصه بالكود. لو انت عايز تعمل QR كود جنريتور، لو انت عايز تعمل اي حاجه your life in weeks. ممكن نجرب دي كده، انا ما جربتهاش الصراحه. فهنا بيقول لي a visual reflection of time passage، يعني بيقول لي هنا دخل عمرك. فهنيجي نقول له مثلا وليكن، ونقول له visualize your time. هيقول لي your life in weeks. هيقول لي تعالى كده، انت عشت 1329 ويك، which is 32% من الحياة الكلية. بس مش عارف هو الحياة الكلية بالنسبة له كام سنة. بيقول لي ان قلبك، يعني اللي هي الضربات بتاعة القلب، يعني ما شاء الله 938 مليون. وبيقول لي انت اخدت كام نفس، وانت نمت كام ساعة، في حدود 74 ألف ساعة. مش عارف الحاجات دي تزعل ولا نعمل فيها ايه. بيقول لي خلال بقى الفترة اللي انت عشت فيها دي، ان البوبيوليشن او اللي هي الحاجة الناس يعني كتروا ازاي. بيقول لي من كنا 6 مليار بقينا دلوقتي 8 مليار بني ادم. آه، بيقول لي the average person will meet around 80 ألف people in their lifetime. يعني شوية بقى كلام بقى على ايه، على الفيجوال لايف. مش عارف انا اللي دخلني هنا. بس تعالى نرجع تاني ونيجي هنا كده نقول على artifacts، ونضغط على new artifact، ونضغط برضو تاني على start from scratch. هقول له ان انت تعمل لي simple to do with a clean UI it should be able to add tasks. ان هي يجب عليها يعني ان هي تضيف المهام وتتعلم عليهم ان هي اتشالت ولا لا، او ان هي يعني انت خلصتها ولا لا، او تقدر ان انت تمسحهم. وخليها شكلها حديث بالوان كويسه. يعني انا بوريك برضو كل الامثله دي عشان تعرف برضو لو انت عايز تعمل اي حاجه من الحاجات دي. فلو تلاحظ هو هنا عمل لي التودو على طول في 3 ثواني. ممكن اقول له مثلا وليكن ان انا جو تو جيم، ان انا اروح للجيم او الصاله الرياضيه. اقدر ان انا اعلم عليها، واقدر ان انا امسحها كمان، واقدر ان انا اشوف الدن واشوف الاكتف واشوف الاول. يعني دي حاجات بسيطه خالص. يعني انا بعمل حاجات معقده اكتر من كده بكتير، وانت تقدر تعمل طبعا حاجات اعقد من كده بكتير. بس انا بقول لك يعني ده فكره الارتيفاكتس، اللي هو بيوريك الكلام ده بيشتغل ازاي. وطبعا لو ضغطت هنا على الكود ده، هيجيب لك الاكواد اللي هو استخدمها بالشكل ده. فهو هنا عملها برياكت والكلام ده كله، وتقدر ان انت تشوفها. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي موضوع البروجكتس. لو ضغطت هنا على السايد بار ده، وضغطت هنا على كلمه بروجكتس، البروجكتس دي اللي هي المشاريع. هتلاقي فيه كل المشاريع اللي عندك. يعني ايه؟ يعني انت لو ضغطت كده على كلمه نو بروجكت، نرجع تاني بس معلش، نضغط هنا على كلمه نو بروجكت، هيقول لك هنا ايه الحاجه اللي انت عاوز تشتغل عليها. فانا اقول له مثلا وليكن ان انا عايز اعمل اكاديميه اتعلم ببساطه، او ليرن سيمبلي اكاديمي. وهنا بتبدا تقول له ايه الحاجات اللي انت محتاج ان انت تحققها من خلال البروجكت ده. طبعا تقدر بقى تكتب له اللي انت نفسك فيه. مثلا وليكن انت بتذاكر ماده داتا ستراكشر، انت بتذاكر ماده عندك في الكليه، فتكتب هنا اسمها. وبعد كده تقول له والله انا عايز اجيب مثلا A بلس في في الماده دي، وعايز افهمها بشكل كويس جدا، وعايزك تساعدني فيها. وتضغط هنا على كلمه create project، او ان انت بتنشأ مشروع. فهيبدأ هنا يظهر لك الشات بالشكل ده. وهنا في حاجه اسمها instructions او التعليمات،
وهنا في حاجه اسمها فايلز او الملفات. لو ضغطت هنا على كلمه instructions وضغطت هنا على علامه البلس اللي بالشكل ده، فهنا بيقول لك او انت بتقول لكلود يعني يعاملك ازاي. يعني مثلا والله تقول له انت دلوقتي دكتور في الجامعه بتشرح ماده داتا ستراكشر، انا عاوزك تشرحها لي. تقدر تكتب بالعربي برضو، انا عايزك تشرحها لي بشكل كويس جدا، وعايزك مثلا يعني اللي انت بتديله تعليمات تقول له ما تشرحليش الحاجه بشكل دايركت، لا علمني كاني مثلا انا شخص ما اعرفش حاجه في البرمجه عموما. توضح لي، تديني اسئله مثلا بعد كل ريسبونس او بعد كل اجابه انت هتقولها لي، وتديله بقى شويه التعليمات اللي انت نفسك فيها. بالنسبه للفايلز، فانا لو ضغطت كده على كلمه البلس اللي هي اد فايلز ملفات، تقدر ان انت تابلود او ان انت ترفع الملفات بتاعه الجامعه. مثلا الماده دي فيها 12 ليكتشر مثلا او 12 محاضره، فتبعت له ال 12 بي دي اف ده. تقدر كمان ان انت ترفع من جيت هاب او ترفع من جوجل درايف. دلوقتي ايه المميز يعني في موضوع البروجكت ده؟ بدل ما يكون عندك السايد بار ده مليان شتات او شاتس يعني بالشكل ده، لا، انت بكل بساطه هتفتح البروجكت ده، هو هيكون فاكر انت بتعمل ايه وانت كلمته في ايه قبل كده، ولما تيجي تساله على الحاجه دي خلاص هو بقى كل المعلومات عنده في الجزئيه دي. هقول له مثلا وليكن teach me DSA as a beginner، يعني ان انت علمني. ممكن اتكلم معاه بالعربي بقى شويه عشان يعني نشوف موضوع العربي ده. علمني هياكل بيانات، هياكل البيانات باستخدام لغه سي بلس بلس بشكل بسيط جدا مثلا. فهنا البروجكت ده لو تلاحظ ان في علامه هنا ظهرت اللي هي Learn Simply Academy، اللي هو ده كان اسم المشروع يعني. فهو هنا طبعا انا مديله برومبت سيء جدا او امر سيء جدا ان هو علمني هياكل البيانات، ده معناه ان هو هيعلمها لي كلها. بس بعد كده هيبدا بقى ان هو يشرح لي بقى هياكل البيانات ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويدخل في الاري والكلام ده كله، وبعد كده بقى مش عارف يدخل في اللينكد ليست. بس لو تلاحظ ان انا بعد كده لما اجي اساله اي سؤال في موضوع البروجكت ده، يعني ادخل عليها ازاي؟ هدخل على السايد بار بالشكل ده واضغط هنا على كلمه بروجكتس، هتلاقي هنا عندك Learn Simply Academy. لو ضغطت عليها تقدر، لو تلاحظ في شات القديم ده اللي هو بقى شرح هياكل بيانات في سي بلس بلس، تقدر بقى ان انت تساله حاجه تانية، تقول له والله انا عايز امتحان في الجزئيه دي، فبدل ما ترجع تعيد له من الاول تاني انت كنت بتعمل ايه وانت بتعلمني ايه، لا بقى كل حاجه موجوده عنده في بروجكت واحد. فدي مميزه جدا، وطبعا دي من اهم الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. انت ممكن تعمل بروجكت لماده سي بلس بلس، لجافا، انت ممكن تعمل بروجكت لبزنس انت عايز تفتحه، لحاجه انت عايز تسيرش عليها وتعرف معلومات عنها اكتر. فحاجه مميزه جدا في موضوع البروجكت. طبعا كان موجود برضو في شات جي بي تي، بس انا شايف ان احنا ننسى خلاص موضوع شات جي بي تي ده، لان انا متضايق منه جدا. يعني على ما اظن شات جي بي تي 4 كان احسن من شات جي بي تي 5.2، فدلوقتي بقى كلود الموضوع احسن بكتير جدا يعني. في حاجه بقى زياده كمان هنتكلم عليها، ودي اخر حاجه خلاص هنتكلم عليها، ان انت تضغط على البروفايل اللي عندك تحت كده، وتضغط هنا على كلمه setting او الاعدادات، وهنا هيقول لك what best describe your work، يعني ايه افضل حاجه بتوصف الشغل بتاعك. فانا ما اخترتش حاجه الصراحه، انت ممكن بقى تختار مثلا وليكن والله اذر مثلا، ممكن تختار ان انت برودكت مانجمنت ولا انت في هندسه ولا انت في ايه، بس انا خليتها اذر. بس ده مش اللي يهمنا، اللي يهمنا الجزئيه اللي تحت دي ايه. عندي الايدنتيفاي اللي هو التعريف، انت اسمك ايه. انا قلت له مثلا وليكن انا اسمي احمد عادل، وطبعا انا هسيب لك الكلام ده ان شاء الله تحت في الكومنتس يعني، او ممكن اسيبه لك على اتعلم ببساطه وهقول لك اللينك بتاعه فين يعني، عشان تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عاوز. هنا انت بتعرفه انت مين، بتعرفه ايه طريقه التواصل اللي انت عايز توصل لها، بتعرفه ايه الاهداف والاولويات الخاصه بيك اللي انت عايز توصل لها، وبتعرفه كمان لو انت عندك مثلا وليكن اللي هو جدول اعمال في اليوم، فعشان برضو لو انت بتستخدمه مع كالندر ولا حاجه. بس دي حاجه يعني متقدمه شويه، بس يعني عادي لو انت مثلا وليكن بتستخدم كالندر فانت حاطط فيه ميتينجز وحاطط فيه حاجات، فهو يقدر ان هو يدخل على الكلام ده ويضيف عليه ميتينج جديد، او ان هو يمسح ميتنج مثلا وليكن انت خلصته. عندك برضو ايه الحاجات اللي هو يتجنبها. فانا قلت له مثلا وليكن ان انت ما تدينيش نصيحه عامه كده، خليك سبيسيفيك تو ماي سيتويشن، اللي هو محدد او خاص لموقفي كشخص بيقدم محتوى على اليوتيوب وهكذا يعني. هسيب لك طبعا كل الكلام ده موجود تحت في الديسكريبشن، بس مش هيكون نفس الكلام يعني. هيكون يعني كلمة احمد عادل دي هتشيلها بقى وتحط مثلا وليكن اسمك. مش لازم ان انت بتقول له ان انا عندي تشانل على اليوتيوب ولا الكلام ده كله، لا انت ممكن تقول له مثلا انا طالب في حاسبات ومعلومات، عايز اتعلم مجال معين، وهكذا يعني. فدي حاجة مميزة جدا، لان انا لو دخلت على الشات جديد كده وقلت له انا مين،
بالشكل ده شات جديد ما فيهوش اي حاجه، فهيكون عارفني انا مين. هيقول لي والله انت اسمك احمد عادل، مش عارف، عندك قناه على اتعلم ببساطه وهكذا يعني. فاقول له اهو انت احمد عادل مؤسس قناه اتعلم ببساطه، وعندك ليرن سيمبل اكاديمي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فهو عرفني منين؟ من الحاجات اللي انا كتبتها له. اخر حاجه بقى اعرفها لك بس مش هنتكلم عليها لان هي محتاجه فيديو تاني. لو ضغطت هنا على كلمه كاستمايز او تخصيص، وهتلاقي في كلمه هنا اسمها سكيلز. سكيلز دي ايه؟ دي المهارات. ازاي تعلم كلود مهارة معينة واحدة واحدة وخطوة خطوة عشان يبدأ ان هو يديك افضل نتيجة في الحاجة اللي انت بتستخدمها. في شوية كلام هنا مميز جدا الصراحة في موضوع المهارات، وده اللي بيميز اصلا كلود، ودي حاجة ما كانتش موجودة في اي اي شات قبل كده، الا وهو موضوع السكيلز ده. ان شاء الله هنبدأ ان احنا نتكلم عليها في مثلا فيديو تاني، عشان هو هيكون فيديو برضو طويل عشان تتعلم ازاي تعلم كلود سكيل معينة تقدر ان هي تفيدك بعد كده يعني. الموضوع ممكن يكون صعب في البدايه، ان انت بتحاول ان انت تكستمايز او بتحاول ان انت تخصص كل حاجه عشان تديك افضل نتيجه. بس فعلا الاستثمار اللي انت هتعمله في الوقت حاليا هو ده اللي هيسهل لك حاجات كتيره جدا قدام. فبدل ما انت تفضل تقول له تعرفه انت مين والكلام ده كله، لا هو خلاص هيكون عارفك وعارف الستايل بتاعك وعارف انت بتحب ايه وبتكره ايه وعارف ايه الاجابه اللي فعلا انت محتاجها والكلام ده كله. معلش بقى انا بعيد شويه عشان المايك ومش عارف هو ليه بعيد كده، بس ان شاء الله يعني ايه نبقى نظبطها في المرات اللي جايه. ده كل حاجه كانت موجوده عندنا في كلود. برضو بعتذر لو انا مثلا اتكلمت كتير او الكلام ده كله، بس كنت عشان برضو احاول ان انا اغطي لك كل حاجه. في حاجات برضو اكتر من كده نقدر ان احنا نعملها بكلود، وده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه في خلال يعني الفيديوهات اللي جايه. فشكرا جدا ليك لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو ده. انت المفروض فعلا تكافئ نفسك على المهاره الجديده اللي انت اتعلمتها، اللي انت استثمرت في وقتك مثلا نص ساعه او ساعه وبدات ان انت تعمل الكلام اللي احنا عملناه في الكراش كورس او الكورس الصغير ده. وفخور بيك جدا بجد. وان شاء الله لو عجبك الفيديو بقى ممكن تعمل الحاجات الحلوه اللي انت على طول دايما بتعملها، ممكن تشير الفيديو، ممكن تعمل لايك، ممكن تسيب لي كومنتس، ممكن تقول لي اقتراحات ان احنا نستخدمها مع كلود عشان نبدا ان احنا نشوفها في الفيديوهات اللي جايه. شكرا جدا ليك وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جديده. يلا، السلام عليكم.